في هذه الأيام المباركة ونحن على أعتاب رمضان، لا يخطر ببالي سوى دعاء واحد: يا رب عوضني عن كل شعور مؤلم مررت به، عن كل شيء حدث عكس توقعاتي، ورغم ذلك قبلت برضاك. عوضني عن كل موقف صعب واجهته وقلت بعده الحمد لله دون تردد. يا رب عوضني عن الأشخاص الذين رحلوا، وعن الأمنيات التي تمنيتها ولم تتحقق. عوضني عن الأوقات التي مضت بما لم أكن أرجوه، وعن الأشياء التي انتظرتها ولم تأتي. يا رب عوضني وجازني خيرا، واجعل القادم أجمل مما مضى. مرحبا يا متابعيني. هنا طبعا راح أسوي تجهيزات رمضانية. تدرون هاي يعني واحد قبل رمضان يجهز الدولمة ويجهز الكباب أو البورق أو كل شي يجهز لرمضان، لأن مرات واحد ما يلحق يعني، وشوية النهار ما يلحق عليه يعني، يظل يعني طبخ وأدعية وصلاة فما يلحق. فهنا أنا حبيت أسوي هاي الدولمة. طبعا هاي هنا عندي اللحمة وكذلك هاي الشحمة أثرمها أسوي الدولمة. هنا أنا عندي هاي اللحمة بعد ما ثرمتها طبعا أحمسها وأضيف عليها الملح وأضيف الكركم شوية، أحمسها يلا أضيفها على مواد أو على حشوة الدولمة. هنا أنا حمستها للحمة وضفت قلت لكم الكركم والملح، وهنا بهارات الدولمة كذلك ضفت عليها أو توابل الدولمة. فهنا أنا حمستها. هنا أنا بعد ما حمستها طبعا أني ثارمة الطماطم جهزته كله، والبصل والتمن النقعته. طبعا تمن العنبر ضفت عليه دبس الرمان، وضفت كذلك المعجون، وأضيف طبعا تقريبا 3 ملاعق أو 4 ملاعق من الشكر، وأضيف تقريبا قليل من الليمون الدوزي والملح. عندي هذا الكشمش كذلك هم ضفت عليه، أو هذا اللحمة اللي حمستها هم أضيفها عليها، وهذا كله أخلطه سوا. وبعد ما خلطت هذا سوا هنا أنا عندي هاي عروق السلق دائما أخليها بالقدر لأن نحبها وطيبة، والحشوة كذلك كملتها، أو نبدي نحشي. هنا بعد ما حفرت للباذنجان حشيته، وهذا البصل طبعا أنا دائما أفتحه من النص وأسلقه هم ألف بيه. وعندي هم كذلك ورق السلق، هم احنا نحب طبعا ورق السلق. أني ورق العنب ما نحبه، فورق السلق أحبه يعني كلش طيب. وهذا عندي طبعا هم كذلك السبيناخ هم غسلته وأثرمه. هذا كله أجهزه يعني، حتى يعني واحد برمضان يقعد بس يطبخ. هنا أنا طبعا غسلته لأن سويت كمية ورا كمية، يعني هنا أنا كله أغسله غسلة زينة. طبعا مو غسلة واحدة لأن مرات شوية برمل أو تراب، فهنا أنا كله أنغسله غسلة زينة أو نبدي نثرمه، لأن هواي رمل بيه. وهنا أنا بعد ما غسلته هم كذلك أغسل وأثرم وجبة وجبة، يعني شي من ورا شي. وهذا
السبيناخ طبعا كلش طيب وهو كلش مفيد يعني. دائما الدكاترة من تروح لهم يقولوا لك اكل السبيناخ، السبيناخ كل زين والخضروات كل زينة. هنا أنا بعد ما ترمته وكملته هنا أنا خليته بهاي الأكياس طبعا أفرزه. هنا أنا خليته بالأكياس وخليه بالمجمدة، والدولمة كذلك بعد ما كملتها وهذا شكلها. احنا البيت كله يحبون الدولمة. هنا أنا بعد ما كملت السبيناغ والدولمة هنا طبعا راح أسوي كوبة الرز مع البطاطا. فهنا أنا هذا الرز سلقته، بعد ما غسلته سلقته وخليت عليه أقراص البوتيتا أو البطاطا، وضفت عليه الكركم والملح. هنا على جهة طبعا هاي اللحمة عندي اغسلتها وخليتها بالقدر، هاي ما ضفت عليها أنا دهن، فاغسلتها وخليتها خليها تنحمس. والقدر الثاني طبعا خليت التمن. هنا على جهة طبعا خليت الطاوة على الطباخ وراح أحمس بالبصل، أضيف تقريب قليل من الزيت وأحمس بالبصل. هنا أنا بدي يفور اللحم. هنا أنا عندي راح أهدره للتمن. كذلك هنا أنا أحمس البصل واللحمة هنا نشفت عندي، فهنا أنا أخليه ينحمس. على ما ينحمس هنا راح أترم كباب، أسوي كباب طاوة. عندي هنا البصل والبوتيتا كله ثرمته. تدرون بالمطبخ اني وشي من ورا شي، يعني ايد للماكينة مالت الثرم وايد للحمس الكبة، حشوة الكبة. ضفت هنا الكركم وضفت الملح أو البصل طبعا اللي حمسته ضفته هم عليها، وكذلك الكشمش هم حمسته وضفته هم على الحشوة، والمعدنوس أو القرفص هم كذلك ضفته عليها وأبدأ أحمس فيها. وضفت الكزبرة، الكزبرة كلش طيبة، وكذلك النم البصرة المطحونة، وهذا كله أحمسه وأخليه يتهدر. أرجع مرة ثانية للماكينة. هنا أنا قلت لكم أثرم البصل مع البوتيتا، وهاي اللحمة كذلك هنا راح أعجنها للكباب، كباب طاوة. هنا أنا أضيف الكركم وأضيف الملح وأضيف الطحين وأبدأ أعجن بيه. هذا هم كذلك أفرزه، يعني أخليه بالأكياس. أني ما كبكبته لا، لأن ما ألاحق شوية متعب. هنا أنا كله خليته بالأكياس وهذا شكله وأفرزه. يفيد مرات للسحور أو الفطور. هنا أنا هاي التمن اللي عندي طبعا ثرمته، أنا دائما أثرمه للتمن، ومرات إذا يكون لين كلش لا أعجنه بيدي. فهنا أنا ثرمته لأن شوية كمية هواية سويت الكبة لرمضان. بعد ما ثرمته هنا طبعا لازم تخلون عليها النشا حتى ما تنفتح عندكم من تقلوها. هنا أنا ضفت النشا، وبعد ما ضفت النشا عليها أبدأ أعجن بيها. هنا بعد ما عجنتها وكملتها أبدأ ألف الكبة، لأن الحشوة جاهزة والعجينة عجينة الكبة هم جاهزة. وهنا بعد ما كملتها أبدأ ألف الكبة. وهنا أحشي. دائما البنات يقولون الكبة تنفتح. بنات الكبة ضيفوا عليها النشا، العجينة مالت التمن أو الرز، أضيفوا عليها النشا حتى ما تنفتح عندكم.
يعني ما تنفتح من تقلوها. احنا نحب كوبة الرز او التمن، هاي طبعا مع البوتيتا او البطاطا وياها. يعني اسلقوه كله سوا، لا تسلقون على كتر، دائما اسلقوا التمن او الرز مع البوتيتا، دائما اسلقوه سوا وثرموه سوا او تعجنوه سوا، بكيفكم. ظلت الطريقة بكيفكم، تعجنوه بيديكم او تثرموه بالماكينة. انا هنا ثرمته بالماكينة. طبعا هي مريودة دائما، مو بس برمضان، يعني دائما تفيد للعشاء، تفيد مرات واحد مني يجوع يبدي يقلي. هاي هنا جابولنا صفيحة أو يسمونه لحمة بعجينة الأولاد. هنا أنا راح أشوفكم الكوبة بعد ما كملتها، وهذا شكلها للكوبة. تفريزات رمضانية، إن شاء الله تعجبكم تفريزاتي. حبيباتي هنا أنا بعد ما جمت عندي هنا طبعا أنا مفرزة الجزر وكذلك السبيناغ، وكذلك عندي ال العفو الشبنت كذلك هم أنا مفرزته، والبامية هم كذلك، وهذا السلكتة هم فرزته، اللوبيا. هذا الجزر أنا ثرمته وفرزته، وهذا السبيناغ، وهاي اللوبيا كذلك، وهاي البامية. وشكرا حبيباتي على تعليقاتكم الحلوة.